السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم البنات، نتمنى أنه لا فيديو تاعنا اليوم بيلقاكم بخير. اليوم راح نشارككم وصفة التحلية اللي دارت ضجة ودارت حالة، يعني حقيقة يا البنات هذا التحلية تستاهل الضجة اللي دارتها. جات روعة، جات بزاف بنينة. ايضا راح نشاركها يعني اليوم معكم على طريقتي الخاصه. يلا تابعوا معايا الفيديو للاخير باش تتعرفوا على طريقه تحضيرها. واذا كنتوا اول مره تشاهدوا قناتي نقول لكم مرحبا بكم غالياتي، فضلا منكم وليس امرا خليوا لي جنب اسفل الفيديو. واول حاجه نبداو بها هي صلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه راح نبداو بالطبقه الاولى اللي نحتاج فيها نص اطار حليب مع كيس من فلون فاني. راح نزيد نضيف حوالي نص مغرفة فانيلا، ونضيف ايضا مغرفة كبيرة نشا مع مغرفة كبيرة سكر، وراح نضيف ايضا قطرات من ملون اصفر. يعني البنات هنا زدت انا ضفت الفاني باش يعني نعزز النكهة تاع الفلون تاعنا. راح نحرك كلش بارد في بارد، وبعد هذا نحطو الخليط تاعنا فوق النار ونخليوه يعني حتى يغلي. بعد ما يغلي الخليط تاعنا نجيبو الكؤوس الخاصة بالتحلية ونفرغو الفلون تاعنا في الكؤوس، يعني رايحين نعمرو يعني النصف فقط. وبعد هذا ندخلو الكؤوس تاعنا للثلاجة. نروحو هنا للفاكهة تاعنا اللي رايحين يعني نقشروها ونقطعوها الى مربعات صغيرة. انا استعملت 2 حبات بنان وحوالي 3 حبات تفاح و2 حبات تشينا، ويعني وكمية قليلة من الفراز. بالنسبة هنا يعني للفاكهة البنات يعني تستعملوا اي فاكهة يعني عندكم في الدار. راح نزيد نضيف كما شفتوني ضفت حوالي يعني قطرات فقط من عصير القارص للتفاح والبنان هكذا، يعني باش ما يكحلوش. ونفرغوا الفاكهه تاعنا كامل في طبسي، راح نخلطوها مع بعضها. وراح ايضا في الاخير نزيدو نضيفو يعني قطرات من عصير القارص هكذا، ونخليو الفاكهه تاعنا بجهه ونروحو نحضروا الطبقة الثانية تاع التحلية اللي نحتاجو فيها 2 كيسان من عصير البرتقال. راح نزيد نضيف له حوالي مغرفة كبيرة سكر، ونضيف ايضا مغرفة كبيرة نشا. وراح نخلطو هنا المكونات تاعنا ونحطو هنا الخليط تاعنا فوق النار حتى يعني يغلي ويبدا يعقد. في هذاك الوقت رايحين نحيوه. هنا بعد ما غلى لنا الخليط نجيبو هنا الفلون تاعنا اللي كان برد وحكم روحو، وراح نضيفو طبقة من الفواكه هكذا. نحاولوا نعمروا الكؤوس تاعنا. وبعد هذا راح نزيدو نضيفوا يعني الطبقة الثالثة او الطبقة الثانية يعني تاع العصير اللي كنا حضرناها. وبعد هذا ندخلوا التحلية تاعنا للثلاجة حتى وقت التقديم. كمل نعمر الكؤوس تاعي. وهذه هي التحلية تاعنا تاع نهار اليوم اللي كنت شاركتها معكم. جات ولا اروع، جربوها البنات، اكيد راح تعجبكم. يعني جات فيها واحد البنه بزاف هايله كما قلنا يعني في اول فيديو، يعني تستاهل الضجه اللي دارتها. يعني شكلها جاي شهي، تحضروها يعني للعائله او للضياف. جات بزاف هايله. في الاخير نقول لكم البنات اللي عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم ما تنساوش خليوا لي جيم اسفل الفيديو. ايضا بلا ما تنساو بارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء تاعكم هكذا يستفادوا منها. شوفوا التحليه تاعنا جات ولا اروع، جات بزاف بنينه. جربوها البنات واكتبوا لي في التعليقات واعطوني رايكم فيها. في الاخير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الملتقى مع فيديو جديد ان شاء الله.